على كل مشاهدي نايل لايف وحلقه جديده وسهره جديده من ليالي لايف. ومساء الخير يا فرح. مساء الخير يا رشا، ومره ثانيه مساء الخير على كل الساده المشاهدين وكل سهرانين معانا النهارده. سهره جديده وليله جديده من ليالي لايف. النهارده سهرتنا عن السيرك الايطالي بالتحديد، وهيكون معانا ومنورنا ضيوفنا. الاول خلوني ارحب بكابتن رامي ابراهيم مدرب الاسود، طبعا كان معانا منورنا قبل كده. مساء الخير كابتن رامي. والمره دي كان نفسي يكون معانا اسد بس انت مش راضي تجيب لنا اسد طبعا. والسيرك الايطالي هيكون معانا النهارده فقرات منه ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله. ومعانا آل ياسين، خالد ومحمد، مش كده؟ انتوا بتلعبوا اكروبات وكمان انت اصغر مدرب اسود واديتني امل عشان عرفت ان كابتن رامي هيدربني عشان في امل. هو انا تدريب كابتن رامي. انت دربت في 4 شهور صح؟ طب انا يعني 4 شهور كمان واطلع بقى اصغر مدربة اسود. طيب خلونا كده نبتدي الاول. طبعا كابتن رامي حضرتك زي ما قلنا قبل كده انه دي هوايه، يعني تدريب الاسود ده هوايه، وهوايه غريبه جدا مش اي حد يقدر يشتغل فيها. فدلوقتي في عرض السيرك الايطالي احنا شغالين في الوقت الحالي في 6 اكتوبر والعرض مستمر يعني، وبعد كده هننقل برضو، يبدا برضو جولاته برضو جوه القاهره. رحنا محافظه الاسماعيليه بناء على دعوه محافظ الاسماعيليه السيد المحافظ هناك، وبعد كده رجعنا على 6 اكتوبر. وما اتعملش طبعا عمره في القاهره الجديده، هينزل القاهره الجديده يوم 10 ابريل ان شاء الله، علشان في القاهره الجديده حوالي 900,000 نسمه، وعمر ما في سيرك حصل في المنطقه اللي هناك باذن الله ان شاء الله. طيب مع خالد ومحمد، بدايتكم على السيرك عموما قبل ما تتخصصوا كده كانت ازاي؟ هل الموضوع وراثي في العيله كان كده ولا وراثه؟ كان جدي، وبعد كده جدي تاني، بعد كده عمي، بعد كده والدي. عمي والدي ابتدوا مع بعض، فموضوع وراثه من زمان يعني. كلهم مدربين اسود ولا لا؟ كنا بنعمل فقره بسكليت واكروبات وكلاون حاجات كده. فقره الاسود بقى كانت هوايه عندي انا، وكابتن رامي اكتشفها ونميناها يعني، نماها لي، والحمد لله ابتديت اعرض في السيرك الايطالي والحمد لله. انت اكروبات وبسكليت ومدرب اسود مؤخرا. اوكي. طيب وانت طبعا نفس القصه بس انت اكروبات بس. انا اكروبات او جاجلينج، وقعدت سنه في الصين. الفقره ثانيه فقره كور. في الصين كنت بتتدرب هناك؟ كنت باخد دبلومه في الصين. قعدت سنه هناك، وكنت انا واخويا الثاني احمد. بس مبسوط الحمد لله ان في حد من يعني المستوى المصري انه يقدر يشارك مع الفقرات اللي موجوده مع السيرك الايطالي، كلها فقرات مستواها عالي جدا. فان احنا اول حد يكون مصري الحمد لله قدر يشارك معاهم وشارك بجداره، وناس مبسوطين جدا، وسواء الجمهور او الارتست اللي موجودين معانا او اداره السيرك نفسها يعني. طب وايه الاختلاف اللي شفته بين هنا وبين في الصين؟ التدريبات اللي خدتها في الصين نظام واهتمام، والناس جايه عارفه ده شغلها، بيشتغلوا ما لهمش دعوه باي حاجه بره. ليهم احتياجاتهم في الشغل تتوفر لهم، احتياجاتهم اللي بيحتاجوها عشان يقدروا يطلعوا اعلى مستوى موجود عندهم. امكانيات كمان مختلفه صح؟ امكانيات هناك مش شرط هناك، هم مش كلهم ايطاليين يعني، مش كلهم ايطاليا، ومش مش كل الامكانيات، بس الامكانيات داخل السيرك نفسه متاحه ومتوفره لكل الفنانين. انا كفنان بروح اللي انا بطلبه في شغلي موجود، فبضطر ان انا لازم اعمل احسن حاجه عندي، عشان برضو في مقارنه بتحصل ما بين من الجمهور نفسه ما بين الفنانين الايطاليين او البرازيليين او المصريين، ومفيش غيرنا مصريين هناك، فلازم نكون الحمد لله يعني حاجه. كابتن رامي عايزين نتكلم عن السيرك الايطالي اللي اوريدي انتوا دلوقتي بتعملوا العرض بتاعه، وعايز اعرف ايه الفقرات. حضرتك طبعا بتقدم فقره الاسود، في فقرات ثانيه بقى عايزين نتكلم عنها. هو السيرك الايطالي بصراحه مدرسه متنقله كبيره، موفر جميع سبل الراحه للارتيست كلهم اللي بيشتغلوا هناك من جميع جنسيات، من دول متعدده، من امريكا الجنوبيه ومن كولومبيا ومن البرازيل ومن فرنسا ومن ايطاليا ومن شيلي. ومجددا فقره الاكروبات الوحيده اللي اختارها من مصر فقره خالد ياسين ومحمد ياسين، هي يعني اللي وقع عليها الاختيار من البرنامج اللي مصر بتقدمه في فنون السيرك كله. والسيرك عامه هناك موفر جميع سبل الراحه اساسا للارتست، لدرجه ان هو عامل زي كرفانات متحركه بيتحرك بيها
غرف اعاشه جوه الكرفانات دهيت على اعلى مستوى. عامل جايب شيف هناك للوجبات للفنانين، كانهم في معسكر قاعدين فيه او زي قريه قاعدين فيها. السيرك مكون تقريبا من حوالي 24 كونتينر كبير، كله كرفانات ومخازن للخيمه ذات نفسها والمدرجات بتاعه الخيمه، والمكان بتاع الخزنه ذات نفسه عباره عن كونتينر، والاول ما بيبدا يتجهز ما تصدقيش ان ده كان كونتينر. الدخله بتاعت السيرك، الانترس بتاع السيرك كونتينر ومحطوط على شكل انترس معين، حاجات بتتفتح وانوار بتشتغل. بصراحه تقدم حلو قوي، وتقدم وفخر بصراحه لايطاليا ان يبقى فيها سيرك بهذا المستوى، وحاجه كويسه ان تنتقل هذه الخبره للسيرك المصريه. حضرتك عارفه احنا عندنا كام سيرك في مصر غير السيرك الايطالي؟ علاوه على السيرك الايطالي 15 سيرك. عندنا 15 سيرك، منهم 3 اللي هم ال3 خيم بتوع القومي، ومنهم الباقي كله قطاع خاص. انا اخد اللي ينجحني من واكتسب خبره من ناس زي دي. اكيد طبعا يعني. تمام. بس يعني هو حضرتك شايف ان السيرك دلوقتي ما فيهوش ازمه زي بقيه الفنون عامه اللي هي لا، بتواجه انا بقول لحضرتك على أزمات حاجه، كتيرة اللي بينجح اللي هو بيتميز. في عز ما كان في ثوره، وكنت جيت هنا برضو في لقاء في البرنامج مع نيفين وفرح، في عز ما كان في ثوره السيرك ما شاء الله بيشتغل كويس. في عز ما بيبقى فيه امتحانات الناس فهمت السيرك ده بيحصل فيه ايه. متعه برضو افندم، متعه يعني متعه. وبعدين لو واحد بيتفرج بيطلع يقول ل5 افراد، ال5 افراد ثقافه يعني ثقافه وطبعا السيرك دلوقتي طبعا يعني في هناك جنسيات متعدده وبينقلوا الثقافات لبعض. والفنون ذات نفسها بتنقل لبعض، لدرجه ان في مش عايز اقول بس اسماء لعيبه بيسالوا محمد ياسين على حاجات معينه عشان يكتسبوها منه في كخبره في نفس حاجه هو بيلعبها، لعبه جونجلير، وبيستعينوا بناس متميزه زي خالد ومحمد في الفقره بتاعتهم. وبعدين مجددا لما حسيت ان خالد جواه نزعه كده، لقيته بيتابعني على طول في البروفات، وبيتابعني على طول في التغذيه بتاعت الحيوانات، ومعايا على طول. فسالته قلت له خالد انت عايز تغاوي الموضوع ده؟ قال لي بصراحه هموت على الموضوع ده من زمان. فقلت له خلاص يعني ايه، اتفقت انا وهو. قعد معايا حوالي 3-4 شهور، 3-4 شهور خالد تقريبا. جزء قلت له هنبدا بقى ايه، نتكلم في جزء نظري وجزء عملي، واديت له مجموعه بالحيوانات. بعد ما خلصت الجزء النظري يطبق هذا الكلام وانا معاه جوه في القفص. وبعدين ابتديت ابعد خالص. الاول خليته يشتغل على حيواناتي لحد ما جهزنا له مجموعه خاصه بيه هو، 5 اسود يشق بيهم طريقه. بس لازم 5 اسود يشق عشان يبقى شو معقول. عشان يبقى شو ايوه معقول. بس 5 اسود يعني اشبال ولا اسود؟ لا 5 اسود مش احجام كبيره، 5 اسود اللي هو ممكن الشو بتاعه يبقى جاهز في ظرف مثلا 5-6 شهور، يبقى احجام الحيوانات بتاعته شكلها باين جوه القفص، بتعمل حركات وافيه، تعمل شو متميز. حتى اتفقت معاه انا وهو، قلت له خالد انا عايز الشو بتاعك يبقى اعلى من الشو بتاعي في المستوى. فقلت له ايه رايك تعمل كذا؟ انا مثلا مش بمشي اسود على الحبل، مفيش حد دلوقتي بيمشي اسود على الحبل. هو خالد بيجهز دلوقتي للشو حلو هتتفرجوا عليه ان شاء الله. وان شاء الله برضو يشتغل برضو في السيرك الايطالي، وممكن يبقى فيه فقرتين، وممكن انا اتنقل مكان تاني وخالد يستمر، وممكن خالد بقى يشق طريقه برضو في مكان تاني، ممكن ربنا يكرمه سفر بره. فبصراحه خالد اخويا من زمان، ومحمد واحمد وليد اللي هم معروفين باسم ياسين براذرز، وعلاقتي بيهم طيبه جدا. ولقيت طالما انا لقيت جواه الحته دهيت، انا ما احبطهوش بس ولا اوقفه ولا اقول لا انا بس. لا، انا وقفت مع خالد، وخالد بكره يكبر. خالد يعد دلوقتي اصغر مدرب اصول في مصر. بكره يكبر ويقف برضه مع حد تاني باذن الله، وربنا يكرمه ان شاء الله. طب ازاي يعني حضرتك بتقول انه انا حسيت ان عنده النزعه دي؟ ممكن اي حد عايز يتعب، بس الموضوع مش سهل. بس في الاخر ده اسد، يعني الموضوع مش لعبه. خالد اساسا نشأته هو بكالوريوس تجاره، بس نشأته كانت
قدامه الحاجه دي على طول، قدامه الحاجه دي على طول. هل بقى كان في بقى مثلا او ما طلبهاش او كان محرج يطلبها او ما فكرش اصلا ان هو يطلبها بس هي موجوده جواه، او هو حس ان انا انسان قريب منه فكسر هذا السور الحاجز وقال لي يا رامي انا عايز اشتغل الموضوع ده، وانا رحبت بصراحه. ليه ما يبقاش فيه صف تاني؟ ما كل مدرب في مصر عنده اولا عنده الدوبلير بتاعه. انا النهارده يوم ما يبقى عندي مثلا يعني جاستن كيس في ظرف او حضرتك في ظرف مثلا او مش حاجه، موجود في العرض خالد أو بيخش حاجة. بيشتغل بالحيوانات بتاعتي. خلاص هو دلوقتي يقدر يجرب الحيوانات بتاعته. وبعدين انا وهو متفقين ان احنا ممكن نضم الفقرتين على بعض، نعمل شو كبير ب 12 اسد او 13 اسد. يعني ان شاء الله باذن الله. حتى الشو ده حتى ممكن يتناسب مع السيرك الايطالي، يعني مع عالميه السيرك الايطالي. طبعا ما هو سيرك بلوتشي ده سيرك اللي مصنف الثالث على العالم، وكان زار مصر من 60 سنه يا فندم، من اقدم الشركات في العالم، من اقدم السلوك في العالم برضه. ده جد ابو كريستيان اللي هو صاحب السيرك، هو اللي مؤسس هذا السيرك. من اقدم السلوك على الكره الارضيه فعلا. فلازم يبقى في توافق ما بين الفقره حتى بتاعت الحيوانات المفترسه وباقي الفقرات اللي بتقدم في البرنامج. مفيش فقره بصراحه مش قويه بجد. والفقره بتاعتهم فقره يعني فيها خطوره وفيها يعني انتوا دلوقتي بتقدموا فقرتين، بتقدم فقره اللي هي الاكروبات وبعد كده بتقدم الاسود ولا ايه؟ ممكن خالد بتعمل الاثنين دلوقتي؟ بيعمل الاثنين ممكن ساعات ممكن كابتن رامي بيبقى عنده مشاغل او مشغول في حاجه او في اي ظرف بخش اعمل فقره الاسود وبعمل فقره بس اللي هي العجل بتاعتي العاديه الاساسيه اصلا. طب ايه بقى الحاجات اللي كابتن رامي بقى يعني اداها لك من خبرته، يعني ايه بي سي كده تربيه الاسود او التعامل معاها؟ وعايز اعرف ايه اللي شدك ان انت عايز تدخل في تدريب الاسود؟ يعني انت كنت ممكن يعني تكتفي باللي انت بتعمله من وانا بيبي تقريبا. انا تقريبا مولود في السيرك يعني. يعني والدي وجدي زي ما قلت لك في الاول هو وراثه الموضوع كله. فانا حابب الموضوع، بحب الاسود جدا من زمان، بحبها جدا جدا يعني. كنت بقف على طول ابص عليهم هم بياكلوا وهم بيشربوا وهم بيعملوا بروفا وهم بيشتغلوا. انا بحب الاسود عامه. فكرت في الموضوع كذا مره، بس طبعا برضو يعني زي ما انا عندي فقره البسكليت وراثه وهورثها لاولادي وبابا اداها لنا وجدي اداها لبابا، بالظبط في فقرات الاسود في السيرك القومي، السيرك القومي بتاع العجوزه. فكان كل حاجه وراثه، ما ينفعش اطلبها من حد، ما ينفعش اقول لحد انا عايز اعمل كذا او كده. بس لما رحت السيرك الايطالي وقعدت مع كابتن رامي برضو لقاني برضو بخش واتفرج عليهم وهم بياكلوا وهم بيشربوا وهم بيعملوا بروف وهم بيعرضوا، على طول معاهم اروح العب معاهم واهزر معاهم وانا بحب الاسود. فسالني يعني انت حابب تعمل كده؟ قلت له اكيد انا بحب الاسود من زمان وعايز اعمل كده. بصراحه ما بخلش عليا بحاجه يعني. قال لي يعني اول بروفا حصلت بيني وبينه كنا خلاص اتفقنا ان انا هعمل فقره اسود وبتاع وهتعلم وكده. انا نايم لقيت مسج انا عايز اعمل لك بروفا النهارده يعني هو اللي عايز يعمل لي يعني. المفروض انا اللي ابقى متحفز اكتر يعني. ده طبعا هو بيعاملني زي اخوه الصغير وانا بعامله زي اخويا الكبير، فاللي هو مفيش فرق يعني. قلت له مفيش مشكله واتكلمنا ونزلنا وفعلا عملنا بروفا، قعدنا 3 شهور نعمل بروفا او 4 شهور، ولغايه ما الحمد لله بقيت بخش على اسود الحيوانات بتاعته الاول، الاسود بتاعته، بعد كده في الاسود بتاعتي بقى. اوكي تمام. لسه اشبال بيتدربوا. طب هو مش اشبال قوي، هو اعمارهم كلها من سنه لسنه وشهرين. يعني مجموعه يبقى عندها القابليه للتعليم، ذهنها حاضر، واخده قريبه من البني ادم شويه، وهو بقى اللي بيعلمهم بقى بنفسه. لان الاسود يعني صعب جدا تعليمها حاجه وهي كبيره يعني. زي البني ادم، البني ادم نفسه صعب وهو كبير، صعب يتعلم حاجه جديده. مش يتعلم اسد وهو مثلا عنده 2 3 سنين؟ لا ممكن. طب خش بقى. هو ممكن بس صعب يعني. هتلاقي مرون زي البني ادم بالظبط. انت البني ادم مثلا دلوقتي لو انا كبير في السن ده عايز اعمل حركه هتشقلب مثلا مرتين في الجو. فالمرونه بتاع الجسم مش زي وانا صغير، الجسم مش هيساعدني زي وانا صغير، فهتعب على ما اوصل لها. لكن وانا صغير هبقى الموضوع سهل، لسه جسمي مرن، لسه وهكبر هفضل اعملها لغايه ما اكبر. بالظبط، هتبقى معوده على كده يعني من الصور. طب ومحمد انت ما فكرتش، ما كانش عندك شغف تدريب الاسود؟ لا، هو زي ما فعلا بدايتنا كلها في السيرك وعلى طول بنشوف كل الحيوانات مش الاسود بس يعني، سواء في حيوانات كتير متعدده يعني شفناها.
بس هي بتبقى اكتر حاجه مميزه دايما طبعا في السيرك، بتبقى طبعا. هي الأسود أسود الحيوانات. لا بحب الحيوانات جدا طبعا، وبتعامل معاها وكل حاجه، وبس انا هوايتي انا بحب الجمباز، بحب الحاجات اللي فيها خطوره برضو يعني، ما تقلش خطوره برضو، بس يعني انا حابب الاكروبات من زمان، وحابب ان انا اكون مش بس لاعب اكروبات، حابب ان لما اعمل حاجه اتميز بيها يعني. رشا عارفه مين انا متوسم له خير بعد خالد؟ اخوه وليد اللي اكبر. وليد دلوقتي بيعمل ايه بقى؟ وليد غاوي الموضوع ده، غاوي بيعلم وغاوي الموضوع ده، وانا سجلته النهارده، يعني سجلت خالد النهارده هو وليد يبقى الدوبلير بتاع خالد، وخالد اساسا مسجل الدوبلير بتاعي في لجنه معموله لحمايه حقوق الحيوان المستخدم في السيرك. رئيس اللجنه الدكتوره دينا زلفقار، مدام دينا زلفقار، الاستاذه دينا زلفقار، ومعانا ناس من السيرك القومي، وناس من المجتمع المدني لحقوق الحيوان، مسجلين بقرار من قرار وزاري، قرار مجلس الوزراء رقم 804 بس مش متذكر لسنه كام. الناس دي مسؤوله عن حمايه حقوق الحيوان اللي شغال في السيرك، سواء كان خيول او تعابين او اسود. انا فاجئت بيها اللجنه دهيت. اللجنه دي مسؤوله عن تقنين وضع المدربين الجدد، خلاص الكبار ده ليهم تاريخ وباع ويحترم، ودول اساتذه وكليات متنقله طبعا. يعني ده لو راح في مكان كبار طبعا، لو قعد بيقول كلمه او كلمتين ده بتتسمع الكلمه دهيت طالما في المجال. انما بتكلم بقى على كوادر بقى جديده. انا شغال من سنه 2003، يعني شاب زي خالد 23 سنه، مفيش حد اصغر منه لسه بيدرب، واخد بال حضرتك؟ بكره لما خلاص هو بقى امر واقع وامر مفروض ومش هيسيبها، واخد بال حضرتك؟ بالعكس ده التغيير، لو في تغيير التغيير هيكبر ان شاء الله باذن الله، يعني نتمنى له الخير يعني، واخد بال حضرتك؟ فهو وليد اخوه غاوي الموضوع ده. هو وليد كمان يعني يعتبر الكلاون رقم 1 في مصر. كلاون في مصر وليد. لان يعني مش احنا طبعا اللي قيمناه، بس الناس اللي بيشتغلوا معانا، اشتغلنا مع اجانب كتير، مع روس، مع ايطاليين، مع ناس كتير، هم اللي كانوا بيقيموه كده يعني، مش احنا. طيب كابتن رامي، هل في زي ميديكال انشورنس بالنسبه لحضرتك وبالنسبه لهم؟ هم برضو بيلعبوا العاب خطر، لو حصل حاجه لا قدر الله بتتعاملوا ازاي؟ لا انا ما عنديش ميديكال انشورنس في السيرك، تمام. لكن خالد ومحمد مسجلين في الدوله، ليهم الميديكال انشورنس بتهيألي تبع الدوله، مش كده خالد؟ محمد تبع السيرك القومي. بتهيألي تبع النقابه المهنيه التمثيليه. بس بيكون عباره عن موظف. انا بتعامل الكادر بتاعي في الدوله موظف زي اللي قاعد على المكتب، ما بيفرقوش مدى الخطوره، او ان انا بتعرض لاصابه خطر او ممكن الوفاه كل يوم، وما بين واحد قاعد على مكتب، تعاملنا واحد في الدوله. يعني مفيش حمايه، يعني لو هو يعني لا قدر الله لو حد حصل له حاجه مفيش زي تعويض او ولا بيساعد في علاجه او اي حاجه، يعني مفيش حاجات ولا اي حاجه خالص. السيرك غير مدرك تقريبا في اي حاجه عندهم. دي مشكله، دي ازمه. الحاجات الثقافيه اللي موجوده، ربنا يسهل على ايد رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي، يبقى في تطوير في هذا الموضوع. يبقى في تطوير في كل المجالات، مش مجالات كتير، كل المجالات ان شاء الله. ربنا يسهل. طب كابتن رامي، حضرتك قلت بالنسبه بقى لو حاجات بقى انتوا بتعملوها عشان تامنوا روحكم، حصل بقى حاجه دروب، حصل مشكله من اسد، والله طبعا الحامي الاول طبعا هو ربنا طبعا سبحانه وتعالى، هو فوق الكل. تاني حاجه احنا ما بنستخدمش القسوه او ضرب النار او حاجات زي كده مع الحيوانات. لو في حاجه حصلت، في ناس معينه بتقدر تخش جوه قفص الاسود علشان تقدر يعني ايه، الله تحل الازمه يعني يا فندم، تحل الازمه يعني. بتعمل له سبورت علشان يفضوا الاشتباك. ده بيبقى موجودين كده بيبقوا حاضرين العرض، ودول موجودين، ده شغلهم. ولكن المفروض ان اساسي دوليا، الاساس دوليا وحاجه معروفه يعني، بتبقى بخراطيم الميه بتاعت الحريق.
بتبقى المفروض القفص حواليه كله 4 أو 5 خراطيم من جميع الاتجاهات، لان القفص كله بيبقى غالبا 12 متر او 11 متر القطر بتاعه، ف بيقدر يوصل له الميه، فهو الاسد اساسا بيتلخم من الميه وبيرجع لورا من الميه. قوه الدفع طبعا قوه الدفع طبعا بتلخبط له الدنيا، وفي نفس الوقت الاسد ما تاذاش، وبنفس الوقت السيرك حافظ على حياه المدرب. طبعا دي مهمه جدا. ولكن الموضوع ده مش موجود هنا. طب ما دي سهله حضرتك ان انتوا تجيبوا تعملوا يا فندم؟ يعني دي سهله ان هي مش محتاجه دوله ان هي اللي تعمل كده، ممكن انتوا نفسكم تجيبوا الخراطيم دي ويبقى في ناس قاعده عليها. لا، ما انا هقول لحضرتك برضه الدوله ما بتديش الموظف او اللاعب او المدرب اللي يساعده على ده. مش بس الرواتب دي حاجات كلها. يعني هو شخصيه خرطوم الحريق ده بيحتاج قوه دفع كبيره جدا. اولا مش كل الاماكن اللي احنا بنقعد فيها ستيشن او حنفيه حريق او جزره حريق، بتبقى عربات متنقله موجوده معانا. طبعا انا وقت الفقره بتاعتي مش هاخد خرطوم الحريق من العربيه واقوم جاي مدخله جوه القفص الجمهور هيفتكر في حريقه هيمشي بمشكله. بس الحمد لله الاسود بتاعتنا اسود هاديه جدا زي ما قلت لك المره اللي فاتت. حضرتك بتنقيهم زي ما حضرتك قلت قبل كده؟ والله انا ما بنقيش حاجه، ده انا عندي سبحان الله، يعني انا كان عندي من ضمن المجموعه بتاعتي كان عندي اسدين شرسين جدا، وانا حسنت العلاقه ما بيني وما بينهم. المدرب الشاطر هو اللي يكسر الحديه والشراسه بتاعت الاسد. يعني الاسد ده بيحب اللحم، انا يعني اسيبه ياكل لحمه في البروفا، احببه جوه القفص، الوجبه بتاعته تتقطع كلها وياكلها جوه القفص، احببه في الفصل التعليمي بتاعه، اثناء البروفات في المكافآت بتاعته تبقى كلها لحوم. ويا سلام بقى لو هو جعان، يعني بيبقى عارف ان الحاجه اللي عملها هي صح. فتبدا العلاقه يقول هو ده اللي بيقدم لي اللحمه. يعني خالد كان بيصر وبيتخانق معايا يقول لي ما حدش يقدم لحوم للاسود او الدواجن، انا لما اجي هاكل يا ابني هنتاخر انا فكنت بريحه عشان انا فاهم ان هو صح. بس هو هل ممكن تتعامل مع الاسد وهو جعان؟ ممكن. ما انا بغرس فيه ان هو البني ادم اللي جوه ده ما يجيش جنبه. البني ادم اصل اسود السيرك غير اسود الغابه. دي اسود متربيه في الاسر، واخده على البني ادمين، واخده على التدريب، واخده على الاحتكاك بالبني ادم، شبه مستأنسه، لكن احنا بنقول دي اسود. بس ده اسد في الاخر. بس ده اسد. هو ما بيفترسش بالجوع، يعني مش بيفترس بالجوع. هو ممكن يكون لسه قايم من على الوجبه بتاعت الاكل بتاعه وفي نفس الوقت يفترس. هي دي غريزه فيه. غير ما هو الغلطه اللي يغلطها المدرب ما بيعدهاش الحيوان المفترس. اللي هي ايه بقى؟ الغلطه اللي يغلطها المدرب جوه القفص، وقع الكعب. فلنفترض مثلا وقع الكعب، وقع الكعب قدام اسد مستنيه ان هو يقع قدامه، او اسد حاطه في دماغه. بينقض عليه على طول. في مدربين بتقسو على الحيوانات بتاعتها، والحيوانات المفترسه من ضمن الحيوانات اللي بتخزن المعلومه مره على مره على مره، بيبدا بقى عايز حقه وتاخد عايز حقه. ما بيلاقي هو فرصه معظم افتراسه انتهاز لفرصه، يعني مش وده بقى حضرتك ما بيكونش يعني مواجهه لازم لما تدخل القفص لازم يبقى ليك شيب كده وشكل معين، يعني أفندم؟ لازم تدخل بشكل معين، يعني ما ينفعش تدخل كده لا مش شرط. لا في هرمون اسمه هرمون الادرينالين بيفرزه المخ في الدم، فبيشمه الاسد. الهرمون ده هرمون التوتر او الخوف. تمام. فالاسد او حامل هو الانياب بيعلى في التوتر او الخوف بيفرز اكتر، بيشمه، فبيعرف اللي قدامه ده خصم، فبيعرف اللي قدامه ده خصم، فبينزل يشوفه عايز ايه ده ولا في ايه وانت خايف مني ليه. تمام. انما لو في مدرب جوه هو مشغول اساسا مع المدرب. تمام. وبنقدر نسيطر على المجموعه اللي موجوده كلها جوه بشخصيه المدرب وبعين المدرب. يعني عندنا المجموعه بتاعت خالد والمجموعه بتاعتي، يعني ابتدوا يفهموا خالد كويس قوي. يعني مفيش اسد بيبص لخالد في عينيه، ما هو الكنترول بيبدا من العين. تمام. الاسد ده فاهمه، يعني في اسد خالد بيبص له، الاسد يدور وشه الناحيه الثانيه. ده بيبقى معناه ايه بقى؟ ما يبصش للعين، هو ما ينفعش لعينيه، ما هو شخصيه خالد طغت عليه خلاص كده. لكن الاسد مش كارهه، بالعكس ده بيحبه. ده نوع من انواع الاحترام او الطاعه. واخده بال حضرتك؟ يعني الاسد بيقول له انا مش هعمل لك حاجه،
وفي اسود خالد بيحتك بيها، بيركب على ظهرها وبيحضنها وبيعمل بيها فقره رقص وكده سلو يعني يجيلك يعني نفس. شيري دي عسل. شيري عندنا شيري دي دلوعه. شيري دي الدلوعه دي بتاعتنا. طب الاسد الولد غير الاسد معروف انه الستة بتبقى اشرس شويه مفيش، ما بقاش عندها الشعر بتاع الاسد. لا مش في الشراسه، الشراسه زيهم زي البني ادمين. ممكن تلاقي حضرتك انثى اسد شرسه، وممكن انثى اسد طيبه، وممكن برضو اسد ذكر برضو نفس الحكايه. لكن احنا بنحاول نكسر حديه الشراسه. الجزء بتاع الشراسه ده والمدرب الشاطر. بس هي الانثى يعني بتكون اخف في الانقضاض، عشان كده بتصطاد وكده، فهم بيقولوا عليها اشرس. فهي لكن لو اتفرجتي على الحاجات اللي بتيجي في التلفزيون او على النت هتلاقي ان دايما الاسد الذكر قاعد والانثى هي اللي بتروح تجيب الاكل وتجري وتتمرمط كده، هي اللي اسرع وهي اسرع. ايوه في الانقضاض والحاجات دي. انتوا ما بتجيبوش نمور كابتن رامي مش كده؟ والله عدد النمور قليل في مصر. لكن انا مقدم طلب، بعت استورد 3 نمور بيض بالتحديد من ايطاليا. من ايطاليا 2 انثى وذكر. اشمعنى بقى بيض بالتحديد؟ علشان ما فيش في مصر نمور بيضاء، ومفيش حد عنده نمور بيضاء. حضرتك طب وده اوريدي لقيتهم موجودين؟ موجودين واتفقت عليهم، وان شاء الله بخلص تصاريحهم عشان يجوا قريب. وكده بقى هيبقى، بس هل بيبقى سهل ان انت تدرب الاسود والنمور بعمل ميكس؟ بدخل مجموعه كلها. يعني ده صعب، مش سهل ان انت تدخل الاثنين على بعض. لا موضوع سهل جدا. بص يا حضرتك، كل حاجه بتيجي بالبروفات وبالتدريب. وبالتدريج يعني انا مش هجيب نمور مثلا من بره عمرها مثلا 6 شهور او جاي مدخلهم على طول، لا، بيتعمل لهم بروفات الاول، والاسود الاول يقعدوا يشوفوا بعض. تدريب الاسود او النمور على الحيوانات بشكل عام بيبتدي التدريب المفروض من سن كام؟ المفروض من سن 8 شهور لحد سنه ونص، ده احسن سن للتدريب. يعني قبل كده ما يدربوش؟ بيبقى صغير وبيبقى مش ناضج قبل كده ممكن يعني ياخد عليك ولا مش شرط ياخد عليه. ما هو خالد عنده المجموعه بتاعته دي كلها اعمارها سنه، واول ما شافوه من 2-3 تمام. وبالاكل هو قاعد معاهم طول النهار وبياكلهم. وهو بالعكس ده خالد ساعات يجي العامل اللي بيشتغل بيجي عشان يفرش لهم مثلا القش بتاعهم في الجو الساقعه بتاع حاجات زي كده. خالد يقول له لا، انا اللي هفرشه. فالاسد عارف هو جاي له ليه، جاي له علشان الجو ساقعه، هيفرش له قش. بتبدا العلاقه بتنشب ما بينهم هما الاثنين وما بين المجموعه دهيت والمدرب ده. تمام. وهو ده المدرب الشاطر والناجح. طب احنا لسه مكملين حوارنا معاكم، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع ضيوفنا. استنوا. شيف ونص، حلقة مميزة وأكلات جديدة كل يوم. معانا النهاردة الشيف سامويلا، أكلات مميزة بطعم مميز. الكريمة اللباني مع الطماطم وزيت الزيتون ملهاش حل. بنعمل الأكلات اللي حضراتكم عايزينها. هنفطر النهاردة إيه؟ برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص. شيف ونص على نايل لايف في الأوقات التالية. مستمرين، وطبعا كلامنا عن السيرك والاسود والنمور. وطبعا عايزه اعرف برضو ايه الفرق بقى ما بين الاسد وما بين النمر؟ يعني الاثنين ما شاء الله شراسه، ما هم اشرس حاجه في الحيوانات، مش كده؟ النمر اخف من الاسد شويه، وفي نفس الوقت ما عندوش نفس الشجاعه البالغه بتاعت الاسد. يعني النمر ممكن يمسك المدرب من ظهره، الاسد بيجي في الوش، خاين جبان يعني. يعني ده اوحش. بصي هقول لحضرتك على حاجه. الاسد ما يهجمش من ظهر، من الوش.
كل ما زاد النمر عدد يهجم الظهر. ذكور الاسود جوه القفص كل ما زادت الخطوره. ذكور الاسود جوه القفص كل ما حضرتك تعرفي ان الفقره دي فقره تقيله وقويه وفي كنترول من مدرب كويس ان هو قادر يعمل كنترول على هذه المجموعه، لان الاسد عارف ان هو اسد، عارف ان هو ملك الغابه، يعني زي ما يكون عنده سبحان الله الثقه يعني عنده الثقه أسد في نفسه بالظبط. وانما قواعد التدريب واحده. هما الاثنين نفس قواعد تدريب واحده، وممكن يتعمل ميكس بالتدريج. يخش اسود مع نمور، ده شيء في روسيا بيدخلوا افيال مع ضباع مع نمور مع اسود بيضه. انا شفت ميكس غريب في هو الضبع ده ممكن حد الضبع ده حد يقدر اتدرب الضبع. اتدرب الضبع. اي حيوان في الدنيا بيتدرب. بصي حضرتك طالما قدرتي توصلي لعقليه هذا الحيوان، ما هو في الاخر ده حيوان برضه يعني. ما في الاخر ده حيوان. انت بتتعاملي مع حيوانات. انت مثلا الاسود مش كل يوم بتخش يعني في مش نفس المود، مضمون مش نفس المزاج. انت مثلا داخل مش وبقى تعرفي دي كمان طبعا بتبان الحاجات دي. تلاقيه داخل ملوش مزاج يعمل اي حاجه بيتعلمها من اللي بتحصل في الشارع. بتعرفوا منين ان موده حلو ولا موده وحش؟ اللي ما بيسمعش الكلام يعني ما بيسمعش الكلام وفي علامات بتبان عليه. في فترات التزاوج بالظبط كده. وهي الخطوره اللي قال عليها كابتن رامي ان عدد الذكور جوه بتزداد خطوره اكتر لو عدد الذكور دول ومعاهم انثى جوه. بتبقى مشكله. بيجي وقت التزاوج بيبقوا كلهم بقى لازم سيطره جامده جدا جوه، يا اما هيحصل كارثه يعني لا قدر الله. طب ما فكرتوش في حيوانات تانية بقى بما اننا بنتكلم على النمور كمان؟ حضرتك هتجيب نمور حيوانات تانية شرسه كده برضه ضابع بقى. دخلت في النمر. عفاريت بقى، نجيب عفاريت. مفيش. لا هو ان شاء الله باذن الله قريب هيبقى في مجموعه اسود اللي هي الافريقي بتاعتنا، المجموعه بتاعتنا وجاري ان شاء الله استيراد النمور البيضاء دهيت، عشان ما فيش حد في مصر عنده النمور البيضاء. وحضرتك بقى هيبقى عندك سلاله بقى يعني هتجيبه؟ ما انا جايبهم صغيرين، هيبقى عمرهم هنا عبال ما يوصلوا يعني ربنا يسهل يبقى عمرهم حوالي 6 شهور اذا ربنا اراد لهم يعني العمر باذن الله. وجايب انثيين وذكر علشان يحصل سلاله، لان مفيش في مصر كلها بالظبط. فاذا ربنا اكرم حضرتك هتبقى بقى المنبع بعد كده. هبقى المنبع. في منبع للاسود البيضاء في مصر موجود؟ موجود طبعا. بس احنا ما بنشوفش اسود بيضاء دي يعني نادرا ما لا في منبع. حضرتك عندك؟ لا انا ما عنديش. طب ليه ما بنجيبهمش من هنا ولا بيبقى فيه اختلاف في النوعيه لو من بره فصيله وفي نفس الوقت برضو اللي هنا كمان اجواء اللي يعني في مناخ معين بيكون موجود فيه حيوانات معينه يعني. بالظبط. غير المناخ. طب ما هو اللي جاب استورد من بره. تمام. وفي ناس اخذت اسود بيضاء بدلت حاجات بحاجات وبتاع وكده. يعني اصلي مش اصلي افندم؟ يعني ممكن يدخلوا جنسيات في بعض يعني؟ لا مش داخلين جنسيات في بعض. هو عشان الاسد الابيض غالي هنا في مصر، غالي جدا، فهو بدل حاجه غاليه بقى اسد ابيض، فالتاني محتاج الحاجه دهيت فبالتالي. طب والاسد الابيض ده بيختلف عن الاسد اللي احنا متعودين عليه؟ طبعا الاسد الالبينو طبعا شكله ابيض، لون التلج، لون القطن الابيض. هو بيعيش في الجليد، عينه زرقاء. انا شفت صوره على ايوه مظبوط. ده بقى يعني طابع مختلف. هو نفس حجم الاسد الافريقي ولكن بيعيش في زي ما خالد بيقول في الاماكن بلاد الثلج. بس ده محتاج يعني زي مثلا الكلاب البول دوج، معروف انها لازم تقعد في اماكن برد شويه يعني. البولدوج. البولدوج لا يعني عندي بولدوج لازم اقعده. كنت جايباه من روسيا. ده في الثلاجه ده ولا لا ده عندك انت تقريبا. لا والله ده كنت جايباه من روسيا وما كانش يقعد غير لازم على حاجه حاجه ساقعه. يمكن هو عشان عايش سان برنار ولا بولدوج؟ بولدوج هو التعود. يمكن هو التعود ممكن عشان يتعود في روسيا على الجو ده. بالظبط. فمش قادر كان زي ما هو ده نفس الموضوع في الاسود البيضاء. هي بالظبط. هنا بقى هو ربنا سبحانه وتعالى برضه عامل لهم يعني الفروه البيضاء دي لون الثلج. ده لون الثلج وفي نفس الوقت في حاجه بتدفيه عن الثاني البني. كنوع من انواع الخفاء برضه لما يجي يصطاد فرائس حاجات هنا بقى يعني بتهيئوا له بقى الجو لا مش شرط. لا مش شرط. انا شفت في الصين وانا قاعد في الصين، رحت حديقه الحيوان، عملت فيها عروض هناك فيها سيرك جوه، فكان فيها اسود نمور بيضاء برضو اللي هو النمر السيبيري والحاجات اللي بيعيشوا في القطب الشمالي كلهم سايبيريان هاسكي كلاب. بيبقوا عايشين في درجه حراره واطيه جدا. يعني جليد بس. واحنا هناك كانوا قاعدين وبيحطوا لهم دفايات.
هو مش شرط، اصل مش يعني على شرط ان حسب هو الاجواء اللي بيبقى قاعد فيها بالظبط كده. يعني زي الراجل اللي عايش في القطب الشمالي وقاعد في الاسكيمو، لو جه مصر يموت. لا بس يتحمص هنا الراجل هنا وهيسعى برضه، يعني هيحس بالسقعه برضه ان في رطوبه وبيختلف في فبراير كده ولا يناير بيلبس كات بقى. لا هو النمر الابيض ممكن يتاقلم زي اي. بصراحه انا اللي بيصعب عليا جدا ان هنا ومش عارفين يختنوه الدب القطبي الابيض. طب مش عارفين يختاروه خالص حدائق الحيوان ولا يوفروا له ايه. طب الدب كابتن رامي برضو من ده صعب قوي. لا الدب الابيض بيدرب، انا شفت فيديوهات الدب القطبي بيدرب، وبصراحه منظرهم قوي جدا جوه القفص، ويعني في سيرك ما فيهوش اسود ولا نمور بيدربوا دب قطبي. هو تقيل يعني، حجمه تقيل وحركته ثقيله، بيعمل حاجات ذكي جدا. ان هو تقيل واسمه دب زي ما احنا عارفين، ولا بنشبه الناس اللي ما بيتحركوش كده، بس حركته خفيفه برضه وشرس جدا. طب ليه ما بتفكرش كابتن رامي بما ان حضرتك متطور يعني دايما متابع بره، ما تفكرش انت تجيب دب كده يعني، دب مع النمر مع الضب؟ انا هقول لك البروجرام الجديد احنا هنجيب ضبع نمر اسد واجيبهم هنا والدب بتاعك برضه وسيبهم هنا على ده. وسيبهم هنا واحنا نمشي. لا سيبهم هنا وكلنا نمشي. بالظبط يعني اكيد مش هنقعد بس يعني. لا هو طبعا هو الدب القطبي اصله تقريبا يعني سعره غالي جدا. وفي نفس الوقت انا مش عارف بصراحه، ما جربتش يعني اني اسال على ثمنه بصراحه، او اني افكر اني استورد حاجه زي او بلاش نسال احسن. زمان في مصر كان موجود افيال وكان موجود دبب فعلا بس برضه تكلفتهم فظيعه تكلفه عاليه. كان في افيال في السيرك كتير. كريستيان عنده 3 افيال في ايطاليا بس مش عارف يجيبهم بصراحه مصر. وعنده نمور بيه. حضرتك يعني ما هو نفس السيرك يعني. لا بس هم بتوع كبار شغالين، وهو يعني هو متمسك بالفقرات بتاعتنا. وهو راجل يقدر ويشكر ويحترم، ان هو يعني ايه عنده الامكانيه دهيت ان هو يجيب حاجته، وسايب خالد ورامي ابراهيم هم اللي شغالين كل واحد بالمجموعه بتاعته. يعني ده اول سيرك فيه مجموعتين حيوانات مفترسه. بالظبط. اول شركه فيها مجموعتين حيوانات مفترسه. انا ممكن يبقى عندي مثلا. طب ايه الاختلاف بقى؟ يعني ايه الفقرتين بقى، ايه الاختلاف اللي ما بينهم؟ الفقره بتاعت خالد اللي هو بيعملها هو بقى يتكلم بقى عنها بقى. ايه فقرتها؟ هي لسه يعني فيها تدريبات زي ما كابتن رامي قال، ان اسد يمشي على حبل. الحاجات دي كانت بتحصل زمان، دلوقتي ما حدش بيفكر فيها. اسد بالحجم ده بتمشي على الحبل؟ بيمشي على حبل بس حبل يعني عريض شويه، يعني 2 قدام بعض ويمشي على 2. هو بيمشي واحده، هي صعبه برده مش سهله على اسد. لان ايده كف ايده كده صوابعه مفتوحه عريض كمان. بتبقى صعبه عليه. وكابتن رامي عنده مثلا في فقرته حركات مش في فقرتي، عندي حركات في فقرتي مش في فقرته، يعني كده فاهمه. احجام الاسود بتفرق. طب يعني الفقره نفسها انا بتفرجوا على حاجات بره بتاخدوا منها، ولا دي كل حاجات بقى يعني من هقول لحضرتك على حاجه. سيستم التدريب كل شيخ وليه طريقه. احنا ما بنحبش ايه يعني الحيوان يشيل كمان؟ ايه ده؟ الفزلكه بقى. الفزلكه لا مش فزلكه، ما ينفعش معاهم فزلكه. ما ينفعش نحط التاتش. احنا بنحب الحيوان يكبر ويقدم جوه السيرك وعلاقته طيبه بالمدرب. احنا عندنا صبر في التدريب شويه. تمام. والتدريب اساسا بيعلم الصبر، وكل شيخ وليه طريقه. ممكن انا اصبر مع الحيوانات بتاعتي، يعني ما فيش ضرب خالص في البروفات، وكل حاجه بتقدري تعمليها، لان جواه غريزه لحبه للحمه شديد. يعني اما قلت لخالد جرب يا خالد المشي على الحبل باللحمه بس، ما عندناش حاجه تانية. ففيها ستيك معين كده جايبينها من بره، بيتحط فيها كذا حته لحمه وبيشد له واحده واحده، وطول ما هو ماشي اسد صغير ماشي شايف. وبعد كده قطع اللحمه دي بتبقى بدل ما هم مثلا 6-7 قطع على السلك، بيبقى حبل كبير يعني هو ماشي عليه زي قضيب القطر كده. بيوصل للناحيه الثانيه، بنبدا نخلي قطع اللحمه دي قليله جدا، قطعتين لحد ما يبقى ما فيش، لحد ما خالد يطلب الاسد او النمر يطلع فوق. تمام. في حاجه تانية برضه هو بيعملها، بينيم الاسود كلها على الارض وبينام عليها، لسه بيجهزها. دي صعبه؟
هي مش صعبه، هي مش اي حد يعمل كده. خطره جدا كمان، مش أي حد يعمل الحركات كده. اللي بتتقدم في وده فتره بقى الاسود كده. لو الحركة دي. المدرب العلاقه ما بينه وما بين الحيوان بتاعته كويسه انت- وطيبه جدا، خلاص هو الاسد بيسيبه. بيكون التعامل مش مع حيوان واحد بالظبط. يعني بتكون التعاون مش مع حيوان مع واحد، مجموعة، وبعدين 4 الاسد أسود نايمين على طول ما الأرض. هو على الارض خطورته بتبقى شديده جدا عنه هو بيأدي في اي حاجه. هو لما بيبقى نايم بيبقى اخطر ليه؟ بيبقى عنده شراسه اكتر ولا بيبقى خايف ان هو نايم حاسس بضعف لا هو ممكن بيبقى بينط. لما بيبقى على الارض بيبقى اقوى، مش اضعف او خوف، بيبقى اقوى حاجه ليه وهو على الارض، بيبقى منه للمدرب، مفيش حاجه مأيداه، مش واقف فوق حاجه، ايده مش على حاجه، رجله مش على حاجه، هو واقف. اسد واقف، فعنده استعداد يعمل اي حاجه. على الارض نايم ولا واقف؟ انا مش فاهمه. واقف زي نايم، هي ما دام هو على الارض يعني مفيش مفيش حاجه مأيداه، مفيش أوكي. حاجه هو مخليه مش حركته عارف. تكون سهله. حركته تكون سهله، يعني ممكن انا نايم عليه في جزء من الثانيه يلف يمسكني، في جزء من الثانيه يلف الاسد يعني بس ده بسرعه بيكسر جدا. بقى في العلاقه الطيبه ما بين المدرب وما بين الاسد. كمان طب ممكن يبقى في فتره بنعملها كده مثلا كل شويه، يعني في وقت مثلا عملوا بروفا كويسه وبتاع وكلوا وقاعدين مثلا ناموا شويه، نزلهم كلهم في القفص بتاع العرض، بس ما بيعملوش حاجه، بيلعبوا فاضي، بيلعبوا مع بعض. شايلين لهم حاجات اللي بيقعدوا عليها وشايلين لهم الحاجات اللي بيلعبوا بيها، القفص بس بيلعبوا مع بعض، يلعبوا معايا، نحضنهم ونهزر نلعب كده، يعني زي فسحه زي كده فسحه فعلا فعلا. عشان احنا ما بنحبش الاسود تفضل محبوسه وبتاع كده، وعشان كده برضو احنا بنطور في العربيات بتاعه الحيوانات، هنخليها كونتينرز فيها بالكات، قواطيع بتتفتح كلها على بعض، الاسود اللي واقعه على بعض يقعدوا مع بعض في الكونتينر ده كله، عرض 2 متر ونص في 6 متر، هيبقوا براحتهم مش يتحرك. متقيدين. يتحرك. وليهم بقى مواعيد نوم ومواعيد اكل لا مواعيد نومهم هم براحتهم. نوم في الشمس هم عامه، هم بيحبوا هم براحتهم، لكن الاكل ليه مواعيد والشرب ليه مواعيد، لكن النوم بقى هم براحتهم. ممكن تلاقي الجو حلو كده ولذيذ، فممكن تلاقي اسد نايم ياخد في سابع نومه، واسد تاني قاعد متمتع بالجو، قاعد وانتوا تدخل على الاسد وهو نايم ولا ما الحاله دي ما ينفعش نايم تقرب؟ في العربيه بتاعته، هنخش له ازاي؟ العربيه القفص. لكن يعني ما تقدرش تدخل عليه القفص فهو في الحاله، يعني إزاي؟ انت ما تقدرش تدخل على الاسد ولا ما فيش يعني يعني؟ انت مش مستوعبه. بصي هو نايم جوه مقفول عليه. نايم بقى في حاجه كده، مش هيخش، عشان اخش له، مفيش مجال اخش له جوه. القفاص كلها ورا بعض زي القطر كده. طب بما ان احنا هنشوف اكروبات كمان شويه، فيعني قولوا لي هل بيبقى فيه يعني عناصر معينه تبقى موجوده في لاعب الاكروبات غير اللياقه البدنيه، جسمه ولا يبقى مرن وكده صح؟ هو غير لازم كده كله في حاجة يتوفر تاني؟ مع بعض، يعني لازم يكون فليكسبل قوي ولازم برضو عنصر القوه لازم يكون موجود. في حاجات تانية بقى لما بيكونوا شخصين مع بعض بيبقى تدريب مهم جدا عشان اللي يحصل الانسجام ما بين بالظبط، يعني لازم يبقى في هارموني بين الاثنين، لان في نقطه واحده بيقفوا، في نقطه بيوزنوا بعض، فما ينفعش ان يفضلوا. طب انتوا بتتمرنوا قد ايه؟ يعني هل كل يوم في تمرينات؟ هو لازم طبعا كل يوم يوميا. لاعب الاكروبات لو ساب شويه التدريب ما اتدربش او متعرض لاصابه لحاجه بيتعالج، بيرجع بيبدا بياخد وقت شويه، ما بيرجعش بنفس الفورم بتاعته، ما بيبقاش فت قوي يعني. زي لعيب الكوره برضو زي بيبقى بياخد وقت. يعني وده اللي موجود في الفقره اللي باديها انا واحمد اخويا، اللي هي كنا مشاركين فيها في البرنامج، في برنامج عرب جوت تالنت. فالفقره دي خدت مننا وقت طويل ومجهود فظيع، بسبب انها مش الحركات كلنا لازم انا وهو مشتركين مع بعض في حركه واحده في كل الحركات اللي بنعملها، فكان محتاج هو وقت يتدرب في حاجات معينه، وانا محتاج وقت اتدرب في حاجات معينه، ووقت تاني عشان نعمل الميكس مع بعض في نفس الحركات. فهو النهارده هيقدم الفقره بتاعته، انا ممكن اقدم معاه حركه واحده بس بسبب الاصابه. لاني كان في اصابه، مش هقدر عندي اصابه، فمش هقدر ان انا نقدم الفقره انا وهو مع بعض. احنا ممكن نعمل حركه واحده كل واحد كانت اثارت جدل شويه في البرنامج، ان احنا كنا تعرضنا في البرنامج كان في اضاءه قويه جدا، فما وفقناش في الحركه نفسها يعني. بالعكس اللجنه وافقت وطلعنا للسيمي فاينال وكده، بس ناس كتير علقت ان احنا كنا بنتحجج او حاجه زي كده،
فاحنا النهارده بس هحاول ان شاء الله هقدم معاه ان شاء الله الجزء ده بس، وهو يقدم بقيه الفقره كلها لوحده يعني. طب وكان في سهوله وانتوا بتقدموا للمسابقه دي للبرنامج ده، ولا كان هو كان الموضوع بالنسبه لنا سهل جدا، ان ما فيش حد في الوطن العربي بيعمل الفقره دي. الفقره دي منتشره جدا في اوروبا. في كل برامج التالنت الموجوده في اوروبا لازم في كل دوله بتقدم البرنامج ده بيكون عندهم حد من البلد بيمثل البلد بيقدم الفقره دي اللي هي فقره الهاند تو هاند مع بعض. الا في الوطن العربي ما كانش موجوده خالص يعني. عشان كده احنا فكرنا ان احنا نعملها. احنا عندنا فقرات تانية بنأديها زي البايسكل والجاجلينج والنايفز والحاجات دي كلها. ففكرنا مخصوص ساعه يعني للفقره دي عشان البرنامج، ان احنا ليه الوطن العربي ما فيهوش حد بيعمل الموضوع ده. الحمد لله عملناها وقدمناها والناس اتبسطت منها وحتى لما عرضناها في اكتر من مكان ما فيهم في السيرك نفسه، وكانت حاجه كويس. فدي هنشوف منها بس حاجه انا وهو، وبعد كده هو لوحده بقى هيقدم فقره لوحده يعني. اكيد هنتفرج عليها برضو يعني. طيب هو الجمهور زي ما كنت بنقول في الاول بقى فيه وعي شويه بفن السيرك، بقى فيه غير الاطفال بقى فيه برضو كبار بييجوا، مش لازم يبقوا عائلات مع بعض، يبقى فيه مثلا جمهور ناس كبيره. هقول لحضرتك على حاجه غريبه. احيانا في السيرك في سلوك بتعتمد على زيارات المدارس الصبح. اللي احنا اتفاجئنا بيه في السيرك الايطالي ان في اولياء امور بيقولوا لاولادهم واطفالهم لا ما تروحش مع المدرسه، ما تحجز تذكره عشان احنا رايحين. فعلا عايزين ناس يروحوا كتير يشوفوا العرض. عشان احنا رايحين السيرك. وفي العكس يعني في جم مع المدارس وبعدين جم تاني مع يعني الاطفال بييجوا يروحوا يقولوا لاهاليهم، اهاليهم يجيبوا جبت 4-5 مرات وناس بتكلمني في التليفون بيقولوا لي احنا جينا مرتين بس السيرك هيمشي امتى عشان نعمل حسابنا نيجي تاني وتالت قبل ما تمشوا. والنهارده في العرض والله يعني واحد جه قال لي انا اتفرجت امبارح وجيت تاني النهارده يعني هو وعائلته جاي في السيرك الايطالي ورا بعض. السيرك الايطالي برنامج قوي جدا يعني. في متعه يعني اتفرجت عليه مره رشا تجيبي نيفين وفرح فرح يعني لازم بجد والله فرح عشان تخش على الاسود كمان. انا اتفرج بس وتجيب الاطفال برضه متعه. ما انا قلت لها تعالوا اتفرجوا. بصراحه يعني كريستيان بيلوتشي راجل مهذب جدا. اول ما جه 6 اكتوبر ادى كم دعوات، مش عايز اقول لك الرقم عشان ما تخضيش، للجهاز هناك بتاع 6 اكتوبر، وادى 500 دعوه يتوزعوا لمدينه الانتاج الاعلامي بالكامل للقنوات. وجبت هنا برضو في ماسبيرو برضو مش وصلك دعوات. لو بالمناسبه برضه ما وصلتليش والله، ما وصلتليش لسه ما اعرفش. طيب ماشي. بالمناسبه برضه على موضوع كريستيان كشخص يعني، كان في مؤسسه برضه موجوده عندنا هنا في مصر ترعى الاطفال لتدريبهم على فقرات السيرك، وبتعمل لهم زي ورك شوب بره مصر، وبتجيب فنانين من بره يعلموا الاطفال دي ويجهزوهم. دي فكره حلوه. فلما الحد ده وصل السيرك اتكلم معايا، كلمني ان هو يعني عايز يعمل تذاكر مخفضه، انه يجيب حوالي حاجه و40 طفل يحضروا العرض يتفرجوا برضه يتعلموا حاجه بدل ما يروحوا الورك شوب. يعني في حاجه موجوده اوروبيه موجوده هنا. اما اتكلمت مع كريستيان قال لي انا هعمل لهم مش تذاكر مخفضه، اداني حوالي 40 انفيتيشن ليهم كلهم فور فري. فقال لي يجوا يتفرجوا في اي وقت هم عايزينه من غير اي حاجه. شخص مهذب جدا. شخص مهذب جدا وفنان جدا. فنان جدا. ما كانش في حد معايا المره اللي فاتت. لا كان في حد ايطالي كان بيعمل لا ده روني، ده جوز اخته. ده جميل، ده جوز اخت روني. مظبوط. شخص ده جونجلير عالمي برضو. وشوفي حضرتك برضو يعني ايه شوفي هو جونجلير عالمي وبنحترمه جدا وبنقدر فنه، وفي حاجات مثلا بيعملها خارقه جدا ما حدش يعرف يعملها. الا ان هو برضو طمع في حاجه معينه من خالد علشان يعلمه ازاي. سوري، في محمد ياسين عشان يعلمه ازاي يعملها، وخالد فعلا وقف معاه وكان
اما بيحصل عنده اعطال في الاجهزه بتاعته اللي هو بيستخدمها كان بيلجا للاعب زيه، لان محمد لاعب جونجلير برضو. هو الحقيقه احنا استفدنا من بعض، ان هو سالني على حاجات في الفقره اللي انا بعملها. انا فقره الجاجلينج بتاعتي مش الجاجلينج الهاي اللي هم بيعملوه، انا عملت فقره جديده برضو مش موجوده، محدش عملها في الوطن العربي، اللي هي الباونسنج بولز. بلعب الجاجلينج بس في الارض، يعني بلعب الكور في الارض وتطلع، يعني غير بلعب ب8 كور. فهو كان حابب جدا الفقره دي، فبيقول لي انا عايز اتعلمها، يعني فان انا اساعده ان هو يقدر يتعلم فيها. وفي نفس الوقت برضه انا استفدت منه في حاجات كتير في الجاجلينج العالي، ان انا برضه قلت له انت هتعلمني حاجات في ناقصاني برضه في كتكنيكال، يعني في اكيد طبعا في اللعب. فبنساعد بعض واحنا اصدقاء جدا، يعني هو بصراحه لذيذ هناك جدا. كل الارتست اسره بصراحه كلنا، يعني احنا لما دخلنا حتى في وسطيهم ما خدناش وقت عشان نتعود عليهم. هم بقالهم كتير، بقالهم سنه وشهرين شغالين مع بعض، فعارفين بعض واصحاب. لما دخلنا ما خدناش وقت عشان ننسجم معاهم، عشان بيجوا يهزروا معانا، يضحكوا معانا، يتفرجوا على الشو، يخرجوا يهنونا بعد الشو ان الشو كان حلو، ويقعدوا يهزروا. ساعات بنقف يعني نشجع بعض اثناء الشو، يعني احنا بنعمل شو تلاقي الناس في العرض بيشجعونا. بنلاقيهم واقفين ورا وبيشاوروا لنا من ورا الجمهور، يعني هم واقفين وبيشاوروا وبيشجعونا بيحمسونا، واحنا نفس الكلام برضو بنقف، لان في فقرات خطر وفي حركات خطر بتحصل، واحيانا بيحصل دروبات في العرض، لاعب بيتعرض وجهاز نفسه ممكن السلك لا قدر الله بيتقطع، اللي ماسك الجهاز نفسه، فبنبقى كلنا واقفين يعني مش اللي هو مجرد نتفرج، يعني مخاطره شويه فيها، بنبقى واقفين لو حصل اي ظروف يعني. هي مهنه بس بيجوا ساعه فقره الاصول كله بيجري صعبه جدا. طبعا وده بيدل على الحب برضه والترابط ما بين اللاعبين اللي موجودين. كلنا ما فيش حد من دولة واحدة 2 زمايل مع بعض او كده، لا كل حد من مكان معين، بس الحمد لله تحس ان احنا اسرة واحدة. انا معاهم في الرابطة دي بس وانا بره القفص. احنا كمان فن السيرك كمان مشكلته ان احنا يوميا معرضين لخطر. يوميا حياتنا كمان معرضة لخطر، مش اصابات بس، ممكن حد قدر الله حاجة انتوا بتحبوها، فيعني ربنا هو اللي بيحميكم. فنتمنى ان مصر تقدر يعني في مصر يتقدر الفن ده زي اوروبا دول زي الفنان السيرك زي الممثل. طبعا هنا مفهوم غلط، يعني بيهتموا بده انه حاجه نادره. انا شفت السيرك بره كان عامل ازاي، كنت بقعد انا نفسي موهومه يعني. بص حضرتك المفهوم اصلا في السيرك غلط، يعني يوم ما فكروا مثلا وانت ماشي على كوبري اكتوبر في نازله كده يقول لك السيرك القومي، السيرك عشان فاهم الفكر ايه؟ هو مرتبط يعني الفكر ضايع. لا ان شاء الله يتحسن. في حاجه برضو حلوه بتعجبني في الكرو اللي شغال في السيرك، سواء المصريين او بتوع كولومبيا او بتوع اسبانيا، او الشو الاولاني بيبدا بيبقى فيه الساعه 5 بيبقى اول فقره، يخلصوا الشو الاولاني كلهم يطلعوا يتغدوا مع بعض ويرجعوا تاني. دايما السيرك، لان زي ما قلت لحضرتك ان بيحصل اي حاجه مين هينقذني غير زميلي، يعني اكيد طبعا لازم يبقى حد زيك يعني فاهم على الاقل. بالظبط. انا بشكركم، انتوا نورتوني النهارده واستمتعنا بيكم، ولسه تقدموا لنا بقى فقره الاكروبات، وطبعا عايزين نيجي بقى نتفرج على السيرك تاني مره ونشوف على المره الجايه ان شاء الله. بشكركم محمد وخالد ومحمد وكابتن رامي، نورتونا. ميرسي يا رشا، وطبعا مشاهدينا يا رب النهارده تكونوا استمتعتوا بحلقتنا. ودلوقتي هنسيبكم مع فقره بقى هيقدموها لنا آل ياسين مع بعض، ونشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده، وتصبحوا على الف